من سبتمبر 2022 ولحد النهارده رحلة مستر كولر استمرت سنتين ونص تقريبا، اختلفنا معاه فيهم كتير وانتقدناه فنيا كتير وحقق معانا انجازات اكتر، 11 بطولة وبرونزية كاس عالم. وكطبيعة الكورة مهما كان اسم او حجم المدرب اللي معاه كبير او تقيل، خلاص بيجي وقت انت لازم تغير فيه. سنتين ونص ب 11 بطولة، فالراجل ده سواء حبيته او ما حبيتوش، ما ننكرش انه كان له اوقات معانا كتير قوي حلوة وسهرات وليالي ما تتنسيش، ولكن في لحظات الغضب دي فالمشجع بقى من حرقة قلبه بينسى كل حاجة للمدرب. بس احنا دورنا اننا بقدر الامكان نحاول نسيطر على المشاعر السلبيه، ونفتكر كويس ان الراجل ده في سنتين من السنتين ونص كان مسيطر على كل حاجه. واكيد وبالنيابه عن كل جمهور النادي الاهلي بنعتذر لمستر كولر على المنظر الغير انساني اللي حصل اثناء خروجه من الملعب، وان ده لا يعبر تماما عن جمهور النادي الاهلي، وان دي قله قليله لا تمثلنا. وكمان بنعتذر عن السخافه واللاموضوعيه واللامهنيه اللي تعرض لها المدير الفني في المؤتمر بعد الماتش. في النهايه صفحه وهنقلبها، وهيجي مدرب جديد بطموح جديد، اتمنى بقى انه يناسب تطلعات جمهور النادي الاهلي اللي لا تقبل غير بالرقم واحد: نتيجه واداء.